السلام عليكم، شحالكم؟ شماسين ياك لاباس ياك الخير؟ اليوم اللي نتكلموا عن الصلاحة تعرفوها، عشبة القرض اللي هي الصلاحة كانت تستعملها الناس وما زالت لدباغ الجلود. العلايات الصغار كيستعملوها لاش؟ يقبضوها يا اما يطحنوها لين تعود باودر ويقبضوها ويديروها في شاشه بيضاء وتستدخلها المراه من الامام قبل الجماع بساعتين ولا ثلاثه وتعود تقلعها. ما تنسى تقلعها وبس تحس هي عنها انكزت وتباشر الجماع. يا وحدات خرات يقبضوا يفيضوها في الماء، ما يدخلوا الصلاحه لداخل في جسمهم، يفيضوها في الماء لين يتغير لون الماء ويحتفظوا به في الثلاجه. تم كل ليله، لكن ما يفوت لا 5 ايام ولا 6 وينزرق. كل ليله تقبض منه شيء وتتوضا به وتمسح حتى قبل الجماع. غير ما تعرفوا انتم عن الصلاحه، عنها انتي سبتك مضاده للعفونه. ما تعرفوا انتم عن الصلاحه، اطرتوها تأطير خاسر. الصلاحه يا الناس انتي سبتك. شوفي، نجعلي ديري الحنه راسك، تقدري تقبضي كلتو من الصلاحه مطحونه وديريه في الحنه، يخلي الحنه لونها يعود امتن ويخليها تفوت مده اطول على الراس. من يعود فيك حب الشباب، يعود فيك انت حب الشباب في الوجه وفي الظهر، تقدر تستعملها كماسك معميها، ديرها على رؤوس الحب تقلعه مباشره. الصلاحه او عشبه القرض انتي سبتك، مضاده للجراثيم، ضد العفونه، وبالتالي اللي يعود فيك جروح ما فاتوا برا والله شي تقد تقبض شوي منه وتديروا عليهم. من يعود فيكم فانكس بين الاصبع بين اليدين في الرقبه، رقبه كحله من هون اللي عاد تشقق، يدير لها حد الصلاحه. الناس اللي جربت الصراحه المنطقه الحساسه يبدو انها دمنوا عليها بمعنى عن فم نتيجه، مع اني ما ننصح بها. يا غير جربوا انتم الصلاحه في المواد التجميليه، جربوا الصلاحه في الماسكات، جربوا الصلاحه